السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة راجل جوه المطبخ. النهارده بقى يا معلم هنعمل اكلة من اسهل الاكلات ومن اكتر الاكلات اللي مبتاخدش مننا وقت خالص خالص. هنعمل الكبسة السعودي. وقبل ما نبدأ في اكلتنا النهارده حابب اشكر كل اصدقائنا اللي بيكتبوا لنا الكلام الحلو دوت، بجد انتم فوق روسنا، والكلام الجميل دوت هو اللي بيخلينا نقدر نكمل. اول حاجة هنعملها جبنا حلة مناسبة للكمية اللي احنا هنعملها، وهنحط فيها زيت وهنستنى لحد لما الزيت يسخن. دلوقتي الزيت سخن معانا وهننزل بالقرفة والحبهان واللورا والقرنفل والليمون. قلبنا التوابل في الزيت تقلبتين، ودلوقتي هننزل باللحمة. وبكده اللحمة اتحمرت كويس في الزيت والتوابل اللي احنا حطيناها، ودلوقتي هننزل بالبصل. معلقة كبيرة من الصلصة وهنقلب كله مع بعضه. وجبنا طماطمية كبيرة وقطعناها مربعات صغيرة وحطيناها على اللحمة وهنقلب كله مع بعضه. ودلوقتي كده خلاص كله تمام معانا، هننزل بالمية بالمقدار الكافي، يعني هنحط كمية مية مناسبة للحمة والكمية اللي معانا. هننزل بقى بالجزء التاني من التوابل، ملح وفلفل وكركم وجنزبيل وبصل باودر وثوم باودر، ونقلب كله مع بعضه. ودلوقتي غطينا الحلة وهنستنى لحد لما الشوربة تغلي معانا، وهنستخدم الرز البسمتي. الرز البسمتي النوع اللي احنا بنستخدمه دوت نوع كويس، ولو حضرتك متعود على نوع معين مفيش اي مشكلة. دلوقتي زي ما حضرتك شايف الشوربة غلت معانا، واحنا نكون غسلنا الكمية اللي احنا هنستخدمها من الرز البسمتي. يعني معانا دلوقتي هنستخدم نص كيلو رز بسمتي، غسلناه ونقعناه لمدة نص ساعة، وهنحطه ونشتغل منه على طول. خد بالك ان كمية الشوربة لازم تكون مناسبة لكمية الرز اللي احنا هنحطها، يعني زي ما حضرتك شايف كده ان الشوربة يدوبك اعلى من الرز بحاجة بسيطة مش بياما. وطينا النار خالص وسيبنا الرز يستوي براحته، وزي ما انت شايف طالع معانا ما شاء الله شكله يجنن جدا. وزي ما احنا متعودين بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطلع الطبق بتاعنا شكله جميل. وكده طبقنا بقى جاهز وتمام. حضرتك لو حابب تستخدم مكسرات نحط عليها شوية مكسرات، لزوم الدلع بقى والحركات مفيش اي مشكلة. مش عايز برضك مفيش اي مشكلة، هي كده الكبسة بقت جاهزة معانا وزي الفل. وبكده خلاص احنا خلصنا يا نجم النجوم، وزي ما انت شايف الطبق طالع معانا شكله زي الفل. لو حضرتك اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، ولو الفيديو عجبك اعمل لنا لايك، ويا ريت تعمل لنا شير وتخلي الناس كلها تشوف الراجل لما بيدخل المطبخ بيعمل اكلات زي الفل. السلام عليكم.